هي كام عضله؟ تراي يعني ايه باللاتيني؟ يعني ثلاثه. هي ثلاث اجزاء، اول واحده اسمها اللونج هيد، وواحده ثانيه اسمها اللاترال هيد، وواحده ثانيه اسمها الميديال هيد. اللونج هيد ليه اتسمت اصلا باللونج هيد؟ عشان هي الوحيده اللي بتعدي وبتروح للسكابيولا. الاثنين التانيين بيمسكوا فين؟ في الهيومرس اللي هي عظمه الدراع. طيب بالنسبه بقى للانسيرشن كلهم ماسكين في نفس المكان. الثلاثه بينزلوا يتجمعوا بيمسكوا في تندون ويروحوا كده يمسكوا في الالنا. ايه الالنا دي؟ اللي هي العظمه اللي هنا. مش احنا قلنا ان في عظمتين، واحده بتبقى صغيره تطلع كبيره، واحده بتبقى كبيره وتنزل صغيره؟ يبقى مين اللي موجوده هنا؟ الالنا. هي الترايسبس بتنزل بتمسك في العظمه دي. مش احنا كنا بنقول ان البايسبس بتعمل ايه؟ البوفليكشن. يبقى مين عكسها اللي بيشد الناحيه الثانيه لورا؟ التراي. يبقى كده الترايسبس بالنسبه لي الثلاث عضلات هم الثلاثه بيعملوا حركه اسمها اكستنشن. فانا لو مسكت اي حاجه نزلت دراعي كده لتحت، ايه اللي بيشتغل عندي؟ التراي كلها بتشتغل. بس لما هاجي اشغل اللونج هيد ما بتشتغلش قوي في الاكستنشنز هنا. ليه؟ لان انا هنا كوعي ولوح الكتف ما بعدتش الاوريجن عن الانسيرشن. انا هنا اللي اكتر حاجه اشتغلت عندي الميديال واللاترال هيد، عشان هم عند عظمه الهيومرس. لما تيجي تبص كده اهو، ده انا هنا واقف كده بالجنب، اللي هي عضله الترايسبس اللي هنا الجانبيه دي اللاترال هيد، فدي اللي شغاله. لكن اللونج هيد اللي ورا اللي هنا اكبر واحده، اللي هي هنا الكبيره دي، اللي هي ايه دي؟ لا دي عشان تحركها محتاجه حركه ثانيه. ايه بقى؟ اللي هي تمارين الايه؟ البولوفرز. الفرق ان التمارين دي انت ايه اللي الحركه اللي عملتها؟ انت هنا دخلت لوح الكتف في المعادله، ماشي؟ انت هنا خدت الكيبل وطلعت كده ايدك لفوق، فلوح الكتف اتغير معاك.